أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من داخل استوديو عاجل الإعلامية ونقدم لكم نشرة أخبار 12. الرئيس مرسي في زيارة قريبة للبحر الأحمر. استقبل اليوم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية النائب صلاح أبو الحسن ووفد من مشايخ القبائل العربية بالبحر الأحمر، وقاموا بمناقشة عدد من مشاكل المحافظة خاصة المياه والكهرباء. وبعد انتهاء اللقاء وعد السيد الرئيس مشايخ القبائل العربية بالبحر الأحمر بزيارة قريبة. الإدارية العليا تؤيد قرار شؤون الأحزاب برفض حزب التحرير الشيعي. النيابة تستمع للمحامين في بلاغهم ضد أبو إسلام لحرقه الإنجيل. استمعت نيابة أمن الدولة العليا لأقوال المحامين في البلاغ المقدم منهم ضد أحمد عبد الله الشهير بأبو إسلام صاحب قناة الأمة الفضائية، والذي اتهم فيه بتمزيق الإنجيل وحرقه أمام السفارة الأمريكية. وإليكم الأخبار الرياضية مع الزميل أسامة محمود. 20,000 جنيه غرامة انقطاع عبد الملك عن تدريبات الحدود. قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي حرس الحدود بقيادة حلمي طولان تغريم أحمد عيد عبد الملك لاعب وسط الفريق 20,000 جنيه بسبب انقطاعه عن التدريبات مؤخرا دون إذن مسبق. ويؤكد مقربون من اللاعب أنه يمر بحالة نفسية سيئة بفشل انضمامه للزمالك وتزايدت آلامه النفسية بتبخر أمل فتح باب القيد عقب تأجيل الدوري لتجدد المفاوضات بشأن انتقاله للقلعة البيضاء. الأهلي يواجه الهلال السعودي في اعتزال الشريدة في 13 من أكتوبر. بتروجيت ينفي رغبة مروان محسن في السفر للعلاج. برادلي يعيد زكي ويواصل استبعاد زيدان تحضيرا لوديتي إيران وتونس. ضياء السيد ينفي رفضه لانضمام أبو تريكة للفراعنة. فحوصات لبعض لاعبي الزمالك للتأكد من عدم تعاطيهم عقاقير محظورة. تواصلت ردود الفعل الغاضبة داخل نادي الزمالك من تصريحات اسماعيل يوسف المدرب العام السابق للفريق الكروي الأول، والتي ألمح خلالها بتعاطي بعض لاعبي الفريق عقاقير محظورة رياضيا. من جانبه قال أيمن يونس عضو لجنة الكرة أنه سيتم إجراء فحوصات طبية شاملة لكل لاعبي الفريق بجانب قياسات بدنية قبل بداية الدوري الممتاز للوقوف على حالة الجميع والتأكد من سلامتهم. الأخبار الفنية والزميل عمر نبيل. عميد معهد السينما: لا توجد أي رقابة على أفلام الطلبة. نفى الدكتور عادل يحيى عميد المعهد العالي للسينما ما تردد عن منع عرض أفلام مشاريع التخرج للطلبة. تعاون مصري قطري في المسرح والإنتاج السينمائي. حكايات بنات قصص واقعية، كتاب جديد عن مفضلات العنوسة. صدر مؤخرا كتاب بعنوان حكايات بنات قصص واقعية للكاتب جمال قنديل، يتضمن الكتاب قصص واقعية لفتيات فضلن العنوسة عن الزواج. قدمنا لكم نشرة أخبار 12. كان معكم من داخل استوديو عاجل الإعلامية عمر نبيل وأسامة محمود وبلال عبدو، والهندسة الصوتية عبد الله علي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.